السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين الكرام مستمعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر التيك توك، استمرارا في سلسلة دروسنا عن فيديوهاتنا عن دليل الصحفي المهني للدكتور عبد الوهاب رامي. وصلنا إلى معايير جودة الافتتاحية ليديتوريال كما تدعى بالفرنسية. إذن هذه أبرز معايير جودة الافتتاحية. أولا، تعبر الافتتاحية عن موقف يكون متناغما مع خط التحرير. ثانيا، تعكس وجهة النظر الرسمية للجريدة. ثالثا، يستحسن أن تخصص للقضايا الكبرى التي تهم سير الشأن العام. رابعا، تستعمل مقومات البرهنة ولا يظهر فيها الجدل لزاما. خامسا، ترتيب البراهين من الأقوى إلى الأقل قوة. سادسا، تعمل المحاجة والمنطق. سابعا، تورد النماذج. ثامنا، توظف الأسلوب الرصين الذي تغيب فيه أنا الصحفي. تاسعا، تذكر في مدخلها رأسها بالحدث أو الظاهرة التي تخوض فيها. عاشرا، يتم التركيز فيها على الخطاب الأساسي في نهايتها الذيل. 11، يجب أن يبتعد الصحفي فيها عن الوعد والإرشاد والإيديولوجيا. 12، أو النقطة الأخيرة، تتقيد بوحدة الموضوع. وفيما يلي هذا هو نموذج الذي قدمه الأستاذ والدكتور عبد الوهاب رامي بعنوان ثمن باهظ من الدم والمال، كان يتحدث عن غزو العراق عام 2003. يقول: سنحاول أن نقرأ مقدمات هذه الفقرات، هذا الافتتاحي، هذا النموذج. الكلفة البشرية لغزو العراق عام 2003 جلبت اهتمام الجمهور بشكل كبير. إننا على دراية كافية بمقتل وجرح آلاف الجنود البريطانيين والأمريكيين في هذه الحرب، ناهيك عن عشرات الآلاف من العراقيين الذين قضوا نحبهم فيها. ولكن النتيجة كانت عدا عن غياب التدقيق الكلفة الاقتصادية لهذه العمليات العسكرية المتواصلة. فقد طلب الرئيس الأمريكي يوم الاثنين الماضي 189 تريليون دولار لتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان وعمليات عسكرية أخرى في مصنفة في عام 2008. هذا نموذج من المقدمة. ثم يقول: يستمر البيت الأبيض أسقط العديد من المطالب العسكرية لسبب سياسية. وفي الفقرة الثالثة: وإذا ما تم تمريره فإن مشروع القرار سيرفع الكلفة الإجمالية للحرب في العراق وأفغانستان. إذن فقد توصلت دراسة أجراها. إذن هذه حجج مجموعة من الأمور تدعم الافتتاحيات. إجراها مركز واشنطن غير الحزبي للتقييمات الاستراتيجية وموازنة الشهر المنصرم إلى أن الكلفة كذا وما إلى ذلك. ماذا حصدنا مقابل هذا الإنفاق؟ ليس كثيرا. العراق بات دولة على حافة الانفجار. سؤالا إشكاليا. نقلب الصفحة لنصل إلى الفقرة الأخيرة الافتتاحية. كما أن الأموال التي خصصت لعملياتنا التي نفذها الأمريكيين وحلفاؤهم لم تنفق بشكل فاعل، فقد أرغمت الخارجية الأمريكية على الاعتراف بسوء إدارة عقد بقيمة 1.2 مليار دولار دفع لشركة ديانا كورب. وفي الفقرة الأخيرة: ومثل تلك الفضائح ما هي إلا غيظ من فيض، فقد كافأ البيت الأبيض الشركات الأمنية الأمريكية المقرر منه بعقود ضخمة، وتم صب المليارات في جيوب الوزارات العراقية الفاسدة. الكلفة في كل من المال والدم لهذا الغزو التي تكبدت أمريكا وكذلك بريطانيا كانت كبيرة جدا. ومع ذلك فإن كل ما يستطيع أن يقدمه قادتنا السياسيون هو المزيد من الشيء نفسه. هذا نموذج تطبيقي لمعايير الافتتاحية كما رأينا. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله، إلى أن نلتقي في عنوان آخر وهو الركن. فكونوا معنا في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.